اهلا وسهلا بيكم من مطبخ شطه وكمون. اول فيديو ليا معاكم. هنعمل النهارده وصفه باللحمه جميله قوي، الكل بيحبها ولذيذه جدا. ننزل بقى حله على النار، ننزل فيها معلقه سمنه بلدي يا ريت. بتكون جميله جدا في الاكله دي وبتبان في اللحمه. هننزل باللحمه وهنشوحها شويه على النار لحد ما تاخد لون، بس عشان يبقى لونها حلو وكده بنستنى شويه عليها. خلاص كده اللحمه اتشوحت. انا هنزل بقى بالتوابل بتاع الشوربه، طماطم وبصل وفلفل وورق لورا. بعد كده هنشوح قالب شويه فيها بس كده، وننزل بالميه اللي بتغلي بس كده. نسيبها على النار. وحله تانية ننزل ببصل مكعبات، ننزل تحمر البصل، ننزل بمعلقه فلفل احمر او بابريكا، ونحط عليها صلصه. انا كنت مفرزها عندي في الفريزر كده. الصلصه خلاص اتسبكت. ننزل بالتوابل، كمون، ملح، فلفل اسمر، ومعلقه سكر عشان نوازن الحموضه او التوابل اللي انتوا بتحبوها. هنا كده خلاص الصلصه اتسبكت، مش محتاجه حاجه تانية. ننزل عليها بقى كده خلاص بالبسله، برضو انا كنت مفرزاها. هنقلبها شويه لحد الميه بتاعتها بس ما تنزل وتنشف شويه، وبعد كده نضيف عليها الشوربه ونحطها في الطاجن كده. اللحمه تحت والبسله من فوق. ندخلها الفرن. هي اللحمه اهي تحت، انا بحركها بس بالمعلقه كده عشان ننزل ندخلها الفرن. وحله تانية نعمل شويه رز بشعريه، نقلب في الشعريه لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو ده، وننزل عليها بحوالي نص كيلو رز. هنقلب شويه فيه، وبعد كده ننزل بالشوربه بتاعته عشان يطلع مظبوط كده. خلاص اكلتنا خلصت، البسله طلعت من الفرن، وادي الرز بتاعنا مفلفل وجميل اهو. وعملنا جنبهم فوق ده شويه ملوخيه، بس احنا مش بنعمل لها طشه توم عشان بتتعبنا، هي كده تبقى جميله وخفيفه. بنحط التوم ني مع الملوخيه وهي بتتخلط ويبقى طعمه جميل، مش بيفرق في اي حاجه في الطعم. ودي غدانا النهارده، طبق شوربه مع طبق سلطه خضراء مع الملوخيه مع البسله والرز واللحمه. لو عجبتكم الوصفه بتاعتي لايك وشير. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.